في فيديو النهارده هشرح لك ازاي تقدر تستلم المهمات دي، وكمان هعرفك ازاي تقدر تستلم الفتحات المجانيه في الباكجات اللي نزلت النهارده. بس ما تنساش اللايك والشير والكومنت تشجيعي، ويلا بينا على فيديو النهارده. في الاول كده يا شباب، لو دخلنا على اللعبه ودخلنا على العقود ودخلنا هنا، هنلاقي في باكجات جديده زي باكج البرازيل، باكج اليابان، باكج نجوم الاسبوع المره دي، فهو باكج قوي جدا. عندك كيليان امبابي وبدري من الناس اللعيبه كويسه جدا، وعندك اللاعب ده اسطوره يا جماعه بطول 190 دي ام اف، قوي جدا، طاقاته خرافيه. تمام، فاللي هيطلع له اللاعب ده فهيكون مستفاد جدا من الباكج. اما بالنسبه للباكجات اللي نزلت معانا جديد، معانا باكج جامد جدا جدا زي ما انتم شايفين. في طبعا توريس، وده لاعب كويس جدا، هيكون يعتبر هو اقوى لاعب في الباكج، ولكن انت مالكش اختيار ان انت تختار مين. انت معاك 250 لاعب، فهتقدر تحصل على لاعب من ال 250. عندك كام لاعب دي؟ 1 2 3 4 5، منهم توريس وباريسي وراؤول وبارك جيسون، فدول يعتبروا افضل اللعيبه. بس احسنهم يعني توريس وراؤول، يعني احسنهم توريس وراؤول. باريسي مش عارف، ما بحسوش لاعب كويس جدا. بس وسط 250 لاعب يا جدعان، فالموضوع هيبقى صعب. لينا كام فتحه؟ بصراحه أنا لسه ما رجعتش الموضوع ده قوي، ولكن انت عندك فتحه واحده هتستلمها دلوقتي وهقول لك ازاي. اما بالنسبه للباكج التاني، فزي ما انتم شايفين باكج شكله كويس. عملت الفتحه المجانيه عليه، يعني جالي فتحه مجانيه وجالي اخر لاعب في الباكج وود، ولكن وود بصراحه كويس، لعبت بيه ماتش. اللاعب هيدر كويس جدا، يعني هو ممتاز في الهيدنج والفينش كويس، وهو لاعب محترم. تمام. طبعا اقول لك ازاي تستلم الفتحه دي. هنا ناس كتير كل شويه تسال على اسكو يا جماعه، لازم يوصل ترتيبك تقريبا فوق المليون، فانت كده كده هتقدر توصله وتكسبه. هيستلموه امتى؟ بعد انتهاء السيزون ده، يعني خلاص يوم 11/9 يخلص، فهيجي لنا ان احنا نقدر نستلمه. طبعا مفيش اي حاجه تاني. هننزل تحت ونشوف. هتدخل على مهمات، هننزل تحت وندخل على المهمات. بس قبل المهمات عاوز اقول لكم في لاعب نزل هنا معانا في الشوب، في نقط الاي شوب هنا نزل معانا لعيبه جديده. زي ما انت شايف في لاعب معانا جديد بمركز الدي ام اف. تمام، مش مستاهل ان انت تجيبه يعني، بس حبيت اعرفك النقطه دي. لو دخلنا على المهمات بقى يا رجاله، نرجع ليها تاني، فهنلاحظ ان احنا جالنا هنا زي ما انت شايف من بره مكتوب عليه رابط الكنز. لو دخلنا على رابط الكنز هتلاقي فيه مهمات. تقول لي انت ازاي استلمت المهمات دي؟ كل اللي عليك انت بتضغط على المهمه اللي انت عاوزها، يعني بعد ما تدخل هنا اضغط عليها هيجي لك شرح المهمه قدامك اهي، تنفذه. انا ضغطت هنا، قال لي سجل هدف في وضع التنافسي، اي مباراه اونلاين سجل فيها جون، يبقى كده خلاص. هنا قال لك مش عارف، يعني انت بتقرا الكلام ده وتنفذه. الموضوع سهل. لو واقفه معاك مهمه تعال اكتب لي تحت في الكومنت اقول لك تعملها ازاي. تمام، وبعد كده بتستلم المهمات. خلاص الموضوع سهل، الموضوع مش محتاج حاجه بالنسبه للمهمات دي. بالنسبه بقى للمهمات بتاعه الباكجات، انت بتدخل هنا فبتشوف بقى. هنا بيقول لك فوز هنا بيقول لك فوز مباراه في ضد الذكاء الصناعي، العب بفريق مانشستر وهات جون او جونين زي ما انت شايف، او العب بيهم ماتشين سجل. يعني انت بتقرا المهمات وتنفذها وبتستلم باقي الهدايا. وادي كل فيديو النهارده ومفيش حاجه جديده، والموضوع سهل جدا. ولو وقف قدامك معاك حاجه انزل اكتب لي تحت في الكومنت. ولو عاوز توصل ديفيجن 1 هسيب لك الرابط في الوصف، تقدر تكلمني واوصلك ديفيجن 1. بس كده.